كاينين ناس كيعرفوا كيفاش يديروا عرس كبير، لكن للاسف ما عارفينش كيفاش يعيشوا زواج الرحمه. الزواج ماشي صور نحطوهم في المواقع، الزواج عهد قدام الله عز وجل، في حقوق وواجبات ومعروف. الله سبحانه وتعالى قال للرجال: وعاشروهن بالمعروف، يعني الكلمه الطيبه، النظره الحنينه، الصبر وقت الغضب والعطاء. والله تبارك وتعالى قال للنساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني ماشي غير الراجل هو اللي مسؤول، حتى المرأة عندها واجب ديال الرحمة، المعاملة الحسنة، الاحترام والطاعة بالمعروف، ماشي فقط المطالبة بالحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مفاتيح الزواج الناجح، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني الراجل اللي فيه الخير هو اللي كيعامل مراته مزيان وكيقدرها وكيحترمها، والمرأة حتى هي إلى طاعة الزوج ديالها فهذه عبادة كتوصلها للجنة. فيكون دائما القدوة ديالنا حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. الزواج عمره ما كان حرب وجدال وحسابات مادية، الزواج مدرسة ديال الرحمة والتقوى. اللهم ارزق كل زوجين المودة والرحمة، واجعل البيوت ديالنا عامرة بالقرآن والمعروف، ماشي بالصراخ والتقصير.